السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل الكيكه باليوستفندي. تحفه جدا وطعمها في منتهى الجمال. مكوناتها سهله جدا وبسيطه. هتقومي تعمليها دلوقتي. تعالي نشوف عملناها مع بعض ازاي بالجمال والحلاوه دي. نسمي الله ونقول مقاديرنا سهله جدا وبسيطه. معايا كوبايتين ونص دقيق ومعلقه كبيره نشا. تمام. معايا كوبايه سكر، عايزه تزودي حسب رغبتك. معايا عصير اليوستفندي، طبعا ما جبتلكيش الطريقه في الفيديو عشان انا حطيته، يعني قشرته نصين وشلت البذر والقشر طبعا وعصرته في الخلاط وصفيته. تمام. وهنا كوبايه الا ربع زيت، ومعايا بيضتين، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر، ومعايا شويه قشر يوستفندي. تعالي نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. هنحط طبعا اللي هنضربها في الخلاط المكونات السايله: السكر والبيض والزيت والعصير اللي ضربينه والفانيليا، وهنضربهم كويس جدا واقول لك هنعمل ايه. بس قبل حاجه روحي شغلي الفرن الاول. يبقى هنا يا بنات حطيت ايه؟ زي ما قلت لكم الحاجات السايله، وحطيت معلقه بشر اليوستفندي، وهروح اضربهم في الكبه زي ما انتم شايفين. وهنا فضيت كيس البيكنج باودر وحطيت ذره ملح ومعلقه نشا كبيره، كوبايتين ونص دقيق. تمام. هروح اضرب الحاجات دي واقول لك هنعمل ايه، بس لازم تشغلي الفرن. طبعا عملت ليكم فيديو مخصوص وانا بعمل عصير اليوستفندي لوحده، طريقه تقشيره وتشيلي البذر منه ازاي وتطلعي القشره بكل سهوله زي ما انتم شايفين. هنضربه في الخلاط او في الكبه من غير نقطه ميه عشان يطلع معانا ايه، تقيل ومفهوش ميه. هنا حطيته في الكبه وضربته من غير ميه وصفيته بس كده. بس كده هيطلع معاكي احلى عصير يوستفندي. تعالوا نشوف بقيه المكونات عملناها ازاي. وهنا بعد ما ضربت المكونات كلها كويس جدا مع بعض، طبعا الدقيق منخول كويس جدا. بنخله قبل ما ابتدي اعمل الكيكه كذا مره عشان تبقى الكيكه هشه معايا. هننزل بالخليط كله كده. اللون والريحه مش قادره اقول لكم، انتوا اكيد عارفين. هنقلب بنقلب في اتجاه واحد. ابتدت تتقل معانا اهي، اللهم بارك. بصي الجمال، مفيش اسهل من كده. تقدري تعمليها دلوقتي لو متواجد عندك اليوستفندي. كده الخليط عندي جاهز، بس بتقلبي في اتجاه واحد عشان لو في تكتلات او اي دقيق تحت يتجانس مع بقية المكونات. عندي صينية دهناها سمنة وحاطه رشة دقيق، وهننزل بيها بالخليط اللي احنا عملناه ده على الفرن بقى. ما تفتحيش عليها لما تشمي ريحتها. تمام. الفرن مشغلينه. اول ما تطلع هوريها لكم ونشوفها مع بعض ونشوف قوامها ونشوف شكلها، واكيد عارفين طعمها. وهنا بعد ما اختبرنا الكيكه بالخله، اللهم بارك، جميله جدا وهشه وتحفه. بتقدري تقطعيها بس اما تبرد. بصي اعمليها كده، بصي هتطلع لان احنا دهنين سمنه وحاطين دقيق. تبرد وقطعها ونشوف قوامها من جوه عامل ازاي عشان تقومي تجربيها. وهنا الشكل النهائي يا بنات، حاجه روعه الروعه. زي ما انتم شايفين القوام تحفه، الريحه قلب الشقه. بصي طريه ازاي، بصي تحفه التحفه، جميله جدا. مش قادره اقولك طعمها حكايه، طعمها ملوش حل. جربيها بنفس الطريقه مع كوبايه شاي بلبن او نسكافيه او شاي ساده اللي انت بتحبيه يعني، وان شاء الله الطريقه هتعجبك وهتعمليها كل شويه لاولادك. جربوها بنفس الطريقه ان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.